السلام عليكم. مباراة بعنوان رونالدو المنقذ رغم الحظ، وتاليسكا يخدم المنظومة بأفضل طريقة ممكنة. رغم النصر اليوم كان ممتع ومسيطر على المباراة، لكن المباراة صعبت عليه بعد هدف الطائي في آخر المباراة، لكن لا تأمل للنصر حتى صافرت النهاية. ورغم أن الفوز هو الأهم، لكن ملاحظات كثيرة على لاعبين النصر اليوم. أخطاء كانت بتكلف كثير، واليوم الإرهاق كان واضح على أغلب العناصر، لكن النصر خرج بالثلاث نقاط. واليوم في مباراة الطائي نجم الشوط الأول بالنسبة لي هو كاسترو، لأن كاسترو بدأ المباراة بضغط عالي على لاعبين الطائي. والنصر اليوم أهدر في الشوط الأول أهداف كثيرة، والحظ كان معاند الأسطورة. ورغم الحظ والإرهاق، لكن الأسطورة جاب الثلاث نقاط. وأيضا كاسترو بدأ بالخيبري رغم عودة فوفانا من الإصابة، لكن فوفانا حتى الآن ما قدم مستواه المعروف مع النصر. وبدأ كاسترو بالخيبري يثبت أنه مدرب كبير ويمتلك شخصية، وما عنده فرق بين لاعب أجنبي ومحلي. والخيبري في الشوط الأول نسبة دقة التمريرات 98%، وأكثر من كسب في المواجهات الأرضية، وأكثر من افتك كرات ناجحة. وبشكل عام في المباراة لا يوجد لاعب فاز في الثنائيات أكثر من الخيبري، وأيضا لا يوجد لاعب افتك كرات أكثر من الخيبري. وهنا نعرف سبب تمسك كاسترو بالخيبري، لكن الخيبري عنده نقاط ضعف كثيرة، وفي أغلب الأوقات في وسط الملعب يفقد التركيز. تاليسكا كان أفضل وأعلى لاعب تقييم في المباراة بتقييم 8.3، وأرقام وإحصائيات تاليسكا في المباراة: طبعا سجل هدف واكتسب ركلة جزاء، لكن وصلت دقة تمريرات تاليسكا في المباراة ل 90%، ولعب 4 كرات طولية كلها صحيحة، وعنده في المباراة 5 مراوغات ناجحة. وتاليسكا في المواجهات الأرضية فاز في 7 مواجهات من أصل 10. وهنا لاحظوا تطور تاليسكا في الأدوار الدفاعية قبل الهجومية. وبروزوفيتش كان من أعلى اللاعبين تقييم في المباراة رغم الإرهاق الوضع عليه، ولكن بروزوفيتش لمس الكرة في المباراة 110، وصنع 5 فرص، ولعب 6 كرات طولية صحيحة، وافتك الكرة 3 مرات بدقة 100%. ولا أشوف شخص يقارن بأي وسط في الدوري، لأنه في القمة وحيدا. وهجوم النصر رونالدو وماني وتاليسكا تحت قيادة كاسترو سجلوا في الدوري حتى الآن 20 هدف، أكثر من كل الأندية باستثناء الهلال اللي يسجل 21 هدف. ومثل ما ذكرت بعض الإيجابيات، لكن هناك سلبيات. والكرات الطولية نقطة ضعف واضحة في دفاع النصر، ومنها مباراة الأهلي وأحد والرائد، وآخرهم الطائي. لكن شيء جميل من كاسترو بعد المباراة في المؤتمر الصحفي صرح لجمهور النصر باحترافه بمشاكل الدفاع، ووعد بتحسين المشاكل والأخطاء الدفاعية. والأخطاء تشمل أيضا خط الوسط، لأنه مطالب بسرعة العودة في الهجمات المرتدة والتمركز الصحيح، ومنع أي لاعب من لاعبين الخصم من الاستلام في خط الوسط بأريحية ولعب الكرات. بشكل عام النصر أصبح نادي مرعب، وطموحنا مع النصر لا حدود له. وبشخصية النصر عاد النصر من بعيد في جدول الدوري بعد ما كان في أول جولتين 0 نقاط، لكن عاد النصر وقلص النقاط لنقطتين. لكن مثل ما ذكرت في الفيديوهات السابقة بأن الاتحاد بيتعثر وتعثر الاتحاد، وأعيد وأقول بأن الهلال بيتعثر مع المباريات، والصدارة بتكون نصروية بإذن الله. وبس، مبروك لجمهور العالمي، واعطوني رأيكم لحل مشاكل الدفاع في التعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. في أمان الله.